وتقبل الله صيامكم وقيامكم. سؤالنا أيها الأحبة: لماذا جعل الله تبارك وتعالى زكاة الفطرة في نهاية شهر رمضان ولم تجعل في وسط الشهر أو في أوله؟ طبعا زكاة الفطرة السنة حددت ب2000 دينار لكل نفر، ووقت وجوبها ليلة العيد أو في مصباح العيد، وجعلها الله تبارك وتعالى في نهاية شهر رمضان حتى تسد كل خلل ونقص حصل في صيامنا. هذا هو الذي يستفاد من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، كما أن الله تعالى جعل تسبيح الزهراء على لسان أهل البيت في نهاية كل صلاة حتى يؤدي هذا التسبيح ماذا؟ وظيفة سد الخلل والنقص الذي يكون في صلاتنا. كذلك الله تعالى جعل زكاة الفطرة في نهاية شهر رمضان حتى تسد كل خلل ونقص حصل في صيامنا خلال شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.